أهلا بيكم في مراجعة جديدة. لو زهقت من المواقع المحجوبة أو النت عندك بيفصل فجأة وأنت بتلعب جيم أونلاين، أو بتقعد في أماكن عامة كتير فبتضطر تستخدم الواي فاي الموجود في الأماكن العامة، بس في نفس الوقت بتبقى خايف على بياناتك لا تتسرق، النهاردة جبتلك الحل السحري اللي هينقلك في حتة تانية خالص. تطبيق نوفا في بي ان، وحش جديد ابتدى يظهر في السوق وبقوة. مش مجرد في بي ان عادي، ده حرفيا مفتاح لإنترنت سريع وآمن ومن غير حدود. النهارده هقول لكم على شوية تريكات في الابليكيشن دي، غالبا مفيش حد غيري هيقولك عليها. ما تنساش لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. واول حاجة هتبهرك في التطبيق ده هو اول ما هتفتح التطبيق هتحس بنظافة التصميم. اللون الاسود مع الاخضر الفسفوري الوان مريحة جدا للعين وشياكة وشكل عصري. الميزة هنا انك مش محتاج تكون خبير تقني عشان تستخدم التطبيق، هي ضغطة واحدة on tab connect هتلاقي نفسك متصل بأسرع سيرفر متاح، ومفيش تسجيل دخول، مفيش وجع دماغ. نزل التطبيق، دوس على الزرار وعيش بقى مع الفي بي ان. وتعالوا نعد مع بعض أهم المميزات التقنية في التطبيق ده. وأول ميزة هتلاقيها في التطبيق هي تعدد السيرفرات. التطبيق بيقدم سيرفرات في دول كتير جدا في العالم، هتلاقي في أمريكا، في ألمانيا، في فرنسا وغيرهم كتير جدا، وده معناه إنك تقدر تفتح أي محتوى مش متاح في بلدك بمنتهى السهولة. تاني ميزة هي السرعة، والسبيد تيست هيكتشفها. زي ما انتم شايفين في الصور في أداة قياس سرعة جوه التطبيق، يعني مش محتاج تخرج تقيس السرعة على ابلكيشن تاني او على موقع بره التطبيق. هو بيقولك السيرفر ده هيشيل معاك في الجيمنج والستريمينج ولا لأ. تالت ميزة وهي اللي بتهمنا كلنا دايما ومهمة جدا، الأمان والخصوصية. التطبيق بيعمل تشفير كامل لبياناتك، يعني الاي اس بي او مزود الخدمة بتاعك مش هيعرف انت بتعمل ايه، وده بيحميك من التتبع. وركزوا معايا في اللي جاي بقى عشان ده الخلاصة، التركات المستخبية. واول سر هقولك عليه وهي الستريمينج سيرفر. لو دخلت على قائمة السيرفرات هتلاقي سيرفرات متخصصة بس للمشاهدة، دي متظبطة عشان تمنع البافرينج، وانت تقدر تتفرج بوضوح 4K من غير تقطيع. تاني سر هقولك عليه هي تريكة خاصة بالبينج، طبعا دي خاصة بالجيمنينج بالذات. السيرفرات الألمانية دور عليها دايما في التطبيق، بتقدم لك بينج ثابت جدا. جرب تختار السيرفر يدويا، ما تسيبش التطبيق هو اللي يختار لك اختيار تلقائي، هتحس بفرق رهيب في الألعاب زي بابجي أو فري فاير. وتالت تريكة هقولك عليها هتوفر لك الداتا، رغم انه في بي ان بس استهلاكه للبطارية وللداتا هتلاقيه معقول جدا مقارنة بتطبيقات تانية بتكون تقيلة وبتهنج الموبايل. التطبيق واخد تقييمات 4.4 على المتجر، وده رقم طبعا مش قليل. ميزته الكبيرة هي الاستقرار، وعيبه الوحيد انه زي اي تطبيق مجاني معتمد في الربح على الاعلانات، بس هي مش مزعجة قوي قصاد الخدمة اللي بيقدمها، فهي مقبولة جدا. في النهاية عايزة اقول لكم ان نوفا في بي ان اختيار ممتاز جدا لو انت بتدور على الامان والسرعة في باقة واحدة. هسيب لكم لينك التطبيق في صندوق الوصف، جربوه وقولوا لي في الكومنتات السيرفر اللي اشتغل معاكوا اسرع كان بتاع دولة ايه. ما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستنوني في فيديو جديد.